وانتوا هتموتوا يا جماعه لو ما حطيتوش قذاره وحطيتوا له قله ادب من جوه احداث المسلسل ده. بجد والله، يعني ايه لازمه اصلا المشهد اللي اتحط في نهايه الحلقه دي، وايه لازمه المشهد اللي اتحط اللي فات بتاع ديمون؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ اهلا بيكم في حلقه جديده، وهنتكلم بقى النهارده عن الحلقه السادسه من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون، المسلسل اللي اعتقد دلوقتي خلاص قربنا على النهايه، اتبقى حلقتين بس ونختتم بقى الموسم الثاني، اللي ممكن اقول فيه حماس كبير قوي اللي نشوف نهايه الموسم هتبقى عامله ازاي. بس زي ما بتكلم واتباع بقى زي ما شفنا بقى في باقي الحلقات الاولانيه، وخصوصا في الحلقه الخامسه اللي الدنيا كانت نايمه فيها شويه شويه، جت الحلقه السادسه وممكن اقول ان الوتيره ما عليتش قوي، رغم ان المفروض كان في احداث تخلينا نطلع لقدام شويتين، بس الفكره برضو كان في شويه مفاجآت، كان في شويه احداث، وبرضو كان في حدث انا مش عارف ايه لازمته حصل جوه الحلقه دي. فبجد كده احنا هنتكلم عن حاجات كتير النهارده، بس خلونا زي ما بنبتدي في كل حلقه هنتكلم عن الشخصيات الاول، وبعد كده هنروح للمواقف او الحاجات الكبيره قوي اللي حصلت جوه احداث الحلقه دي. هنبتدي بقى الحلقه دي المره دي ومعانا ايمون دي اللي احنا ممكن اقول خلاص السلطه بقت بتاعته، وان هو بقى مسيطر عليها بشكل كبير قوي. بس المره دي بقى احنا بنشوف بقى توغله جوه السلطه، المره دي بنشوف افعال عكس اللي احنا شفناها الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي كان قاعد ساكت في اغلب الاوقات اللي فيها حتى والمجلس بيختاروا كان هو قاعد ساكت وما كانش بيعمل ردود فعل كتير. بس بقى في الحلقه دي ايمون دي بيبان على حياته، بيبان بالوجه بقى الحقيقي بتاعه والوقاذه، فكره ان هو عايز السلطه، فكره ان هو مش عايز حد نفسه فيها. الحته دي اللي هنقوله فيها لما نتكلم على إلسنت كمان شويه، واللي بصراحه انا فرحان فيها برضو من اللي حصل فيها في الحلقه دي كمان. بس الفكره نشوف بقى ان مخططاته كتيره، وممكن اقول المخططات او الافكار المجنونه اللي هو عايز انه يعملها، ان هو مش مستكفي بس ان هو يبقى موجود دلوقتي وان هو الملك، لا ده كمان عايز ان هو يروح يحكم على هارين هو اطراف كتيره جدا، وان الموضوع ده كله يتم بسرعه كبيره قبل حتى ديموند ما يلحق ان هو يلم اي حلفاء تانيين. بس بقى الاخطر من ده كله وفكرته المجنونه اكتر هو ان هو يعمل تحالف مع التحالف الثلاثي، دول مجموعه بقى من القراصنه اللي اساسا ممكن اقول الممالك ما بتتعاونش معاهم نهائي، ان الناس دي لا ليهم عهد ولا ليهم شرف، ففي اي وقت ممكن ان هم يغدروا بيك، وممكن ان هم يدوروا فيك القتل اصلا. ففكره ان انت تروح وتعمل تعهد معاهم وان انت تديهم بعد كده مميزات، اعتقد ان الخطوه دي هترجع المملكه كتير لورا، فدي الحاجه اللي مش عارف، وده تهور مني كبير. فكره ان هو عايز يفك الحصار، بس انه يفكه بالشكل ده اعتقد انه هيخلق ازمه كبيره قوي، ده اللي احنا بنشوف اصلا تبعات الازمه اللي موجوده جوه كينج لاندنج، واللي احنا بنشوف الثورات وممكن اقول اضطرابات الشعب اللي موجوده حواليه. بس برضه هنجيلها في حته تانية قدام، بس بشكل عام كده ايمون دي مستوي قوي بالتنين فيجار بتاعه، مستوي بالسلطه، وان هو بقى عنده كبر ازيد ما هو عنده شجاعه، ده اللي إلسنت بتقوله له. عشان كده احنا هننتقل من ايمون دي لحد دلوقتي إلسنت اللي الحلقه دي بالنسبه لها برضه كانت حلقه مفصليه، كنا عايزين نشوف رد فعل منها، بس بنتفاجئ ان هي بتتخزوق للمره الثانيه على التوالي، بس المره دي بتتخزوق من ابنها ايموند، واللي ممكن اقول بينحيها من جوه مجلس العرش، عشان نشوفوا بقى ان هي خلاص ما عادش ليها اي لازمه غير الاعمال المنزليه، الاعمال اللي هي ما اعتقدش ان هي هتبقى حابه ان هي تعملها، ما اعتقدش ان هي هتبقى حابه ان هي تفضل في القصر كده من غير اي حاجه ومن غير اي مكانه، لان مكانتها خلاص هتبقى راحت، وان هي زيها زي اي واحده ست موجوده جوه القصر. ده بقى اللي هيرجعنا ونشوف بقى اقول ايه تغير الزمن، فكره ان هي كانت قائده الخضر، وان هي اللي عملت الانقلاب الكبير ده كله، وان هي دلوقتي ملهاش اي لازمه، حتى ملهاش اي حلفاء، حتى كريستين كول جوه احداث الحلقه دي ما كانش ليه التفاصيل الكتيره قوي، حتى كلامها مع اخوها. والمره دي بقى اللي بنعرف حاجه مختلفه، الحاجه دي ان هو ممكن اقول ان هي كانت عايزه تراسل ابوها، وان هي عايزه تكلم اوتو هايتاور، بس الفكره ان احنا ما بنلاقيش ان اوتو هايتاور موجود، واللي بنعرف ان هو مختفي اصلا، وان في حرب تانية قايمه في البلاد اللي هو فيها. فيا ترى بقى ايه مصير اوتو هايتاور؟ هل فعلا حصل له حاجه؟ هل ممكن يكون اتخطف؟ ممكن يكون اتقتل؟ التفاصيل دي كلها مخليها الواحد مرتبك قوي، خصوصا كمان ان في ايموند واللي الواحد ناسا يقول عليه ان هو قرر انه يرجع اوتو هايتاور، وان هو يرجع تاني ان هو يبقى يد الملك. الحته دي انا اتبسطت منها، عارف انت هو ايموند عارف مين الصح، عارف مين اللي يديله الثقه، عشان ده يدي خازوق كبير قوي لاروس اللي كان متعشم قوي ان انا خلاص هبقى يد الملك، انا اللي جاي بقى، وان هو بيقنعه ان هو يغير كريستين كول، وفجاه كده يروح قايل له ماشي يا باشا، فلاروس يتبسط قوي، وهوب هات لي بقى اوتو هايتاور بقى يا باشا، شوفوا لي هو فين وهاتوا لي لحد هنا. فلحد دلوقتي انا مش عارف اوتو هايتاور ممكن يكون راح فين، وعندي شك بصراحه كده بسيط ان لاروس هو اللي خاطفه، او ان هو اللي محتجزه في مكان ما، لان بطبيعه الحال دي هو عايز يوصل للسلطه باي شكل ممكن. فانا مش عارف بصراحه ممكن لاروس يكون ليه دخل ولا لا، اوتو هايتاور فين، دي كلها حاجات مخلينا متشوق اعرفها خلال الحلقتين الجايين. بس نرجع لإلسنت والتهميش الكبير قوي ليها، دورها دلوقتي كمان مع ابنها اللي هي مش عارفه ان هي تكلم معاه، ولا عارفه ان هي توصل
ايه اللي حصل له بالظبط. ده غير طبعا بقى المواقف اللي حصل معاها واللقب الجديد اللي حصلت عليه ملكه الاسماك، لفكره بقى ان هو ما عادش سكان كينج لاندنج بياكلوا غير الاسماك بس. الهجوم الشرس اللي حصل عليها في نهايه الحلقه اللي بيبين قد ايه الشعب بقى غاضب وان هو عايز يهاجم اي حد، خصوصا بقى قصر الملك واللي بيهجم عليها هي وهيلينا، واللي بنشوف ممكن اقول الفزع الكبير على هيلينا بالذات، والسنت بقى وبرضه خضتها الكبيره، ولما حد بيمسك ايديها الحرس الملكي بيضطر ان هو يقطع ايده. وهنا بقى الثوره بتكتمل، غضب الناس بيكتمل واللي هم بيهجموا بشكل عنيف قوي عليهم، ولولا الجنود فعلا ولولا الناس برضه المحيطين بيها، وان كان في ناس عندهم شويه شرف شويه ان هم قدروا ان هم يخرجوها وان هم يطلعوها وتهرب بالعافيه منهم اصلا. فالاوضاع اتقلبت دلوقتي، إلسنت ما عادش امنه في كينج لاندنج، ما عادش ليها امان في القصر ذات نفسه، لان بقى فيه منافسين وفي حاجات كتير بتحصل من وراها. ده كله هيخلي دورها في الحلقات الجايه ان هي لازم تاخد رد فعل عنيف، سواء ان هي تحاول ان هي توصل للسلطه بطريقه ما من اول وجديد، او ان هي بقى تسيب السلطه دي كلها وتسيب ده كله وتروح لحته ثانيه. وفي برضه شويه شائعات بتتنقل حوالين المسلسل كده، ودي هنتكلم فيها في الاخر عن إلسنت برضه. ومن هنا بقى هنروح بقى لديموند، اللي بصراحه انا زهقت من كتر ما هو قاعد في هارين هول، وان هو قاعد كل شويه تخيلات يا جماعه احنا طولنا. يعني انا كنت بقول الحلقه اللي فاتت احنا زودنا قوي، ده احنا خلاص يا جماعه هنخرج خلاص من شعورنا بسبب المشاهد دي، فاحنا هنيجي في الحلقه السادسه هنحط مشهدين كمان، 3 كمان، 4 كمان، تشوف مشاهد فيهم مشاهد حلوه. المشاهد بتاعت فيسيريوس بصراحه والعرش الحديدي مواقفه معاه، حتى ممكن اقول مشاهد التاثر بتاعت فيسيريوس في الموت اللي كان موجود عنده، ده كله كان مخليني اقول ايه ده، ايه الجمال وايه القوه دي. بس برضه كل ما افتكر ان دي هلاوس لديموند وان هو لسه في هارين هول وان ده كله بيحصل له عشان الساحره، بتضايق بجد والله، اللي هو يا عم بقى خلاص، يا عم بقى احنا زهقنا. بس برضه ما ينكرش ان كان في الحلقه دي ممكن حديث ما بينه وما بين أليس اللي هي الساحره اللي موجوده هناك، فكره هو ليه فيسيريوس اختار رينير عنه، فكره ان رينير اصلا ما بتبحث عن الملك، وده اللي بيأهلها اكتر ان هي تبقى ملكه، نفس فيسيريوس نفسه اللي هو كمان ما كانش بيبحث عن الحكم، عشان كده الحكم راح له. فده بقى بيقول لي كده رساله كده من تحت لتحت لديموند، ان انت في الوقت اللي انت هتبطل ان انت تدور على السلطه فيه، ان هي فعلا ممكن تجيلك، وان انت مش الشخص المناسب قوي للحكم، لان انت عايز تفوز بالحكم او انت عايز تحارب عشان تاخده بالعافيه. فدي ممكن اقول رساله ممكن تخليه يرجع خطوتين لورا، حاجه ممكن تخليه فعلا ان هو يرجع لصف رينيرا تاني، وده اللي اتمنى بصراحه انه يحصل. بس برضو الحاجه دي لسه هنشوفها في الحلقات الجايه. بس برضو كمان من الحاجات المميزه وفكره الوعد اللي هو كان عايزه، ازاي هيجمع كل شعب اهل الروافد تحت رايته، وده بقى اللي بيطلب فيها المساعده من أليس، اللي بتقول له ان هو يصبر 3 ايام بس، وال3 ايام دول بنشوف نتيجتهم ان احنا بنشوف ملك الروافد جروفر ان هو بيموت، وان ممكن اقول حد من احفاده هو اللي بيتولى. فنشوف بقى ان في قائد جديد، يعني في ممكن مفاوضات جديده، يعني ممكن فعلا ان ديموند يقدر ان هو ينجح ان هم يضمهم لصفه، وده في اغلب الاحوال هو اللي هيحصل في الحلقه الجايه، واللي نشوف بقى تدخله في الحرب، خصوصا كمان ان ايموند هو كمان جاي له، والواضح كده ان الحرب ما بينهم هي هما الاثنين اللي هتبقى حاجه كبيره قوي، واللي هتبقى دغدغه للكل تقريبا. فانا بصراحه متحمس للاثنين دول، متحمس لمعركه بين التنانين بتاعتهم، انا عايز اشوف بصراحه مين هيفوز فيهم، ونفسي نفسي نفسي بجد والله ان احنا نخلص من ايموند ومن فيجار، ولو ما خلصناش من ايموند نخلص من فيجار، ما عنديش مشكله والله. بس الفكره فعلا ان الواحد عايز يشوف كده معركه كبيره. اتمنى في الحلقه السابعه او الثامنه اللي هي الاخيره ان انا اشوف بقى معركه تكون معركه تستحق ان انا الواحد يبقى يسمع الموسم عشانها. من هنا بقى بنروح للورد كواروس، اللي بنشوف بقى ان هو بعد خلاص الموت بتاع رينيس، وان هو دلوقتي بيقبل ان هو يبقى اليد الملك او يد الملكه رينيرا، وان هو بينضم للمجلس بتاعها بصفته ده. واللي ممكن اقول ان دي في ناس بشوفها كده ان هي بتعيب على الحته دي، ان هو ازاي ما قلبش عليها دلوقتي، وان هو سي سنيك بالسمعه الكبيره بتاعته دي كلها المفروض يبقى عنده رد فعل على رينيرا، ان هي سبب في موت زوجته، ان هي مثلا ما اتدخلتش ليه في الحرب، وان هي بعتتها لهلاكها. بس الفكره انا شايف ان الحاجه دي معقوله قوي كده من اللي حصل، الحاجات والمشادات اللي ما بينهم، الواضح فعلا ان هو كمان في اخر ايامه وان الحرب بالنسبه له بقت هي مساله شرف، عشان هو مدي ممكن اقول وعد الرنيس، او ان هو كان متبع رينيرا وان هو بايع رينيرا، فدي وعد شرف وان هو بيوفي الوعد ده. بس من هنا بقى يا ترى هنشوف تغير في مجلس رينيرا، المجلس اللي احنا ما شفناهوش كتير قوي في الحلقه دي، فدي مش عارف بقى هيبقى له مؤشرات في الحلقات الجايه ولا لا. بس الواضح ان رينيرا هتدخل هي كمان دخله غشيمه قوي. بس برضو في الحلقه دي بنكتشف ان سي سنيك او ثعبان البحر عنده ولدين غير شرعيين، احنا كنا فاكرين ان ألين بس هو الابن الوحيد الغير شرعي ليه، بس نكتشف ان اخوه هو كمان موجود معاه في ده، وده اللي هيكون له تابعات واللي هنتكلم عليها برضو في اخر الحلقه دي. بس نروح بقى بعديها ممكن اقول للحد اللي خذلني قوي جوه الحلقه دي، وهي رينيرا، واللي بصراحه انا اتضايق، يعني انا بجد متضايق لدرجه انا مش متصور اصلا ان انا كنت ممكن اتضايق عليها. فكره ان انا قلت ان انا في جانب السودي، ان انا حابب الوضع اللي هم فيه دلوقتي، خصوصا مع بدايه الجزء الثاني، موقف رينيرا، حبها لولادها، حبها للناس، عدم الاذيه اللي هي عايزاها، ليه تعملوا فيها كده؟
بجد والله. عارف انت، انا بحس كده ان الكتاب بياخدوا نفسهم وان هم يقرروا ان هم يدمروا الشخصيه في نقطه ما، بس المره دي الكتاب ما عملوش ده ايما دارسي هي اللي قررت متطوعه ان هي تدمر القصه، والكتاب برضو بيساعدوها هي كمان عشان يخلوا بقى شخصيه رينيرا ترجع لوجه قبيح تاني. صراحه انا مش حابب الحته دي وكرهت قوي اللي حصل في نهايه الحلقه، بس قبل ما اوصل له تعالى كده نتكلم عليها خلال الحلقه كلها وتصرفاتها كانت عامله ازاي. بس المره دي احنا مش هنتكلم عليها لوحدها، حتى في الحدث الحلو وفي الحدث الوحش كان معاها المره دي ميساريا، واللي بنشوف بقى نتيجه الخطه اللي اتكلموا عليها في الحلقه اللي فاتت، الشائعات اللي هينشروها في كينج لاندنج، والمره دي بقى بنشوف الشائعات دي بتتنشر ازاي، او بمعنى اصح ايه الصيغه اللي هم نشروها بيها. دي كانت اهم بكتير من ان هي ازاي تتنشر، عشان نشوف ان هم بقى بيرسلوا الشائعات، واللي بيتقال بقى ان في القصر الملكي دلوقتي ان هم بيقوموا ولائم وان هم بياكلوا افخر انواع الاكل، في حين ان المجاعه ضاربه كينج لاندنج وان هم مش مهتمين، خصوصا واحد بس وهو ايمون اللي بيعمل دلوقتي حفلات بسبب ان هو بقى الملك الجديد، وان هو ده كله، وان هو مش مراعي ان الشعب جعان، وان هو مش بيساعدهم بده كله. الشائعه اللي ممكن اقول بتنتشر بين الناس زي النار في الهشيم، الناس بتغضب اكتر، الناس بتتضايق اكتر، واللي ما بتبقاش لاقي اي متنفس لده، خصوصا كمان لما بيشوفوا مشهد ان في خرفان رايح على القصر الملكي، وهنا بقى بيبتدوا يشككوا ان الخرفان دي ممكن اقول ان هي هتبقى اكل للتنانين، ان اكيد دي انتوا واخدينها تاكلوها، وان انتوا سايبين الشعب جعان ومش لاقي اي حاجه ياكلها ولا اي حاجه يعملها. فده زي ما بتكلم كده بيعزز موقف رينيرا اكتر، واللي بيخلي الموضوع يسوء اكتر بكتير. بس الضربه الكبيره والخطه اللي ممكن اقول انا ما كنتش متصور مدى ذكائها هي ازاي ان رينيرا بتقدر تبعت امدادات مساريه وبخطه عبقريه بتخلي الكينج لاندنج كلها تابعه لرينيرا، وتهتف في قلب القصر رينيرا رينيرا، الاعلام بتاعتها تدخل جوه كينج لاندنج، وان هم بيحاولوا ان هم كمان يعلقوها. اعتقد ده انتصاب كبير من غير اي حاجه. فكره المؤن اللي بتبعتها للشعب واللي تقول لهم انا لسه فاكراكم، انا لسه عايز اقف جنبكم، وان رغم الحصار اللي انا عاملاه على الناس اللي اغتصبوا العرش بتاعي، انما انتم انا هساعدكم، انا همدكم بالاكل زي ما متعودين دايما ان انتوا تعملوه. ده بيعزز طبعا موقف رينيرا زي ما بقول لكم، بيخلي صورتها احسن بكتير. عارف انت، حسستني كده شويه باجواء اوتو هايتاور ساعه ما استغل فكره ان هي بقى قاتله الاطفال. دلوقتي احنا بنشوف ان الشعب بيردد اسمها واللي فرحان بيها بشكل كبير قوي، عشان نشوف لما بتبعت الاكل اللي ممكن اقول كينج لاندنج بيبقى بص هي كلها صراع في صراع، الناس بتضرب بعض وبتتسابق وبتتلاحق، غير الجنود الملكيين اللي اساسا هم كمان رايحين يشوفوا الاكل ده جاي منين، والمصادر دي كلها حركه خبيثه جدا من رينيرا ومن مساريا بالذات. فبصراحه انا مبسوط قوي ان الخطه دي اتعملت بالشكل ده. كنت متوقع ان حاجه زي دي هتحصل، بس بصراحه فكره ان هي تبعت امدادات دي هي اللي ما جاتش في بالي خالص. غير طبعا برضو في الحلقه دي رينيرا بتحاول بقى المره دي مع واحد مع الكراكن ان هو يركب التنين، فكره ان هو عنده اصول قديمه قوي في آلة تيجران، وان دمه وهو بيحمل برضو دم آلة جيران، فالحاجه دي اللي تمكنه ان هو ممكن يركب اي تنين فيهم، عشان نشوفوا بقى محاولته مع سي سموك ومحاوله اخضاعه اللي كانت خلاص قريبه جدا قوي. وفي وجهه نظر الشخصيه لولا خوف مثلا الشخص ده، ومع ان هو اصلا كان موجود من الحرس الملكي، لان هو كان مهزوز شويتين، الحاجه دي اللي خلت في الاخر ان سي سموك يرفضه وان هو بيبعدوا عنه وان هو كمان بيحرقه. الحاجه دي اللي بتدمر خطط رينيرا برده شويه وترجعها شويه لورا لفكره ان محدش هيقبل ان هو يركب التنين تاني. بس المفاجاه الكبيره واللي هنتكلم عليها برده في المواقف اللي هتحصل كده في الحلقه، بس الفكره دي خليها قدام شويه. بس نيجي بقى للمشهد اللي دمر تقريبا نظره رينيرا واللي خلتني كده اقول انتوا ليه بتعملوا كده، وخصوصا ايما دارسي هي اللي متطوعه قررت ان هي تنصح الكتاب انهم يحطوا المشهد ده، مشهدها هي ومساريا مع بعض، اللي هو بجد يا جماعه ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ دي حاجه قذره جدا مقززه جدا. ايه الفكره دي كلها؟ ما احنا كنا ماشيين حلو، كنا ماشيين صح، هي مع ديمون دلوقتي والدنيا تمام حتى في الخلافات بتاعتهم. ايه لازمه مشهد زي ده؟ هل ده هيضيف للقصه؟ هل ده هيزود ترابطهم ببعض؟ خلاص بقى هيبقوا خلاص، يعني مش عايز اقول كلام والله ما يصحش انه يتقال اصلا. فدي حاجه ضايقتني جدا، حاجه خلتني اخد خطوه لورا وما اعرفش بصراحه انا هشجعها تاني ولا لا. ده هيتوقف على اللي هيحصل في الحلقه الجايه، وخصوصا كمان ان هم ما لحقوش ان هم يتمادوا في ده. اتمنى ان الحاجه دي ما تتكررش تاني، ما اشوفش تلميح لحاجه زي دي تاني، لان بصراحه هكره شخصيه رينيرا لو استمرت في الفعل ده كله. بس بقى من هنا ممكن اقول ان دي كانت معظم الشخصيات اللي معانا اللي نقدر نتكلم عليها المره دي. باقي الشخصيات يا اما ما ظهرتش معانا قوي، وفي شخصيه هنتكلم برضو عليها بس قدام شويه في المواقف المهمه. وخلونا بقى نروح للمواقف المهمه اللي حصلت معانا في الحلقه دي. واهم موقف واللي بصراحه الحديث اللي كان شاددني قوي جوه الحلقه دي هو لاروس مع ايجول، وان هو كان معاه جوه الاوضه بتاعته، وفكره ان هو بيمنع عنه العلاج اللي هو المفروض هياخده واللي هيخفف الالم
الالم او هيسكن الالم بتاعه. بس المره دي انا في الاول كده كنت فاكر ان لاروس داخل ان هو ممكن اقول يعايره بقوته دلوقتي او ان هو بقى ضعيف قوي، بس الفكره بقى ومع استمرار الكلام بتاعهم لقيت ان الكلام بتاعهم ده من احسن واهم الكلام اللي اتقال جوه الحلقه دي. فكره ان هو بيقول له ان كتر الدواء ده ان هو هيطيع دماغك، وانت دلوقتي ممكن اقول ما عندكش اي مميزه غير ان انت تستخدم دماغك في اللي جاي. رجلك مش هتقدر ان انت تحركها بالكيفيه او ان انت تجري او ان انت تتحرك بشكل كبير قوي. جسمك محروق، الناس هتبقى بتبص لك نص غريب قوي، حتى يا اما هم هينظروا لك بعاطف يا اما هيضيروا وشهم لان هم عندهم كده نظره خوف منك او من المنظر اللي انت بقيت فيه. بس الفكره وهو بيقول له ان ده كله بيحصل له هو شخصيا من ساعه ما اتولد اعرج، والناس بصاله بصه مختلفه، الناس بصاله بصه دونيه شويه، وان الحاجه دي هي اللي خلته ان هو يبقى شخص مختلف، خلته ان هو يبص لقدام اكتر، ان هو عايز يوصل لقدام اكتر. فاعتقد كده ان الحته دي هتوصلنا لنقطه كبيره، خصوصا ان ايجون اللي احنا ما اتكلمناش عليه في الاول هو فكره اللقاء ما بينه وما بين ايمون، اللي كان لقاء جامد جدا للدرجه اللي احنا بنشوف فيها ان ايمون دي بيهدده كده من تحت لتحت لفكره انت فاكر حاجه، وايجون من كتر خوفه ان هو بيقول له ان هو مش فاكر اي حاجه خالص. كل شويه ياكد عليه ان هو نسى كل حاجه، ايه اللي حصل بالظبط، ايه الحاجه دي، بيقول ان هو نسيها. بس مع لاروس وبعد كلامه مع لاروس وبعد ممكن نقول النصايح بتاعته اللي واضح كده ان هما الاثنين هيبقوا جبهه جديده، خصوصا بعد ما لاروس خد الخازوق ان هو مش هيبقى يد الملك. الحاجه دي اللي هتخلينا كده نشوف تحالف قوي، ده اللي احنا بنشوفه ان ايجون بيطلب منه المساعده وان هو بيقول له في الاخر هيلب مي. الحاجه دي بصراحه انا متشوق اشوف ايه نتيجه التحالف بتاعهم ده في المستقبل. هل ايجون لسه هيبقى له دور وان الواحد يرجع يغير نظرته عليه بعد ما كنت بقول ان هو ما ينفعش الملك؟ هل هيرجع بقى ويخلينا انا عايزه ان هو يطلع لسلطه الملك تاني؟ ده اللي احنا هنكتشفه في الحلقات اللي جايه. اما تاني بقى موقف من المواقف اللي برضه كانت كبيره واللي احنا لازم ناخد بالنا منها هو رينا، وان هي دلوقتي في مملكه الوادي. مملكه الوادي اللي رينا وهي هناك بقى بتكتشف اكتشاف ضخم جدا، واللي قبل ما تسيب المنطقه بتكتشف ان في هناك تنين. الملكه اللي كانت بتطلب تنين للحمايه ان هي في تنين، بس الفكره بقى بنعرف ان التنين ده تنين بري، تنين ملوش راكب، تنين ضخم وكبير جدا، واللي ممكن اقول كمان هما ما بيشوفوش الا ما بيدور على اكل بس، لحد بيقدر يقرب منه والناس كلها بتترعب اصلا من ان هما بس انهم ما يشوفوه. الحاجه دي اللي احنا بنشوف ان غالبا كده رينا هيبقى لها مستقبل قوي مع التنين ده. ما اعرفش ده احساسي، واعتقد ان اي حد شاف اللقطه دي ده كان نفس احساسه. وفكره ان هي بتتكلم انه تنين مهيب قوي، تنين هيبقى جامد، فاعتقد الحته دي وان هو تنين بري يعني هيبقى شرس جدا، فده ممكن لو نضاف لجانب بقى السود الحاجه دي هتبقى مكسره الدنيا. واضح كده ان جانب السود لسه هيزيد قوه، هيجيله مفاجآت من حيث لا يدري، عشان ده اللي هيجيبنا للموقف اللي بعد كده واللي حصل في نهايه الحلقه، وهو اخو إيلين. إيلين ده ابن كريلوس او الغير شرعي، او ان هما الاثنين ولاده الغير شرعيين. ونتفاجئ بقى في نهايه الحلقه ان سموك بيختاروا ان هو اللي يبقى موجود او ان هو يبقى الراكب بتاعه. الحاجه دي بصراحه اللي انا بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره قوي. كنا بنشوف في الحلقات اللي فاتت سموك بيعدي من ناحيه الجزر اللي موجوده هناك، وان الناس كانت بتجري منه بس ما بتشوفش منه ان هو بيقرب من حد قوي، بس المره دي احنا بنشوف ان هو بيجري ورا الشخص ده بالذات عايز يقرب منه. واللي واضح زي ما كانوا بيتكلموا فكره التنين هو اللي بيختار مين اللي هيركبه، وهو ده اللي احنا بنشوف ان احنا بقى بنشوف اثاره في الحلقه دي. بس الفكره زي ما بقول لكم انا مش عارف هتكون خبرته عامله ازاي، وهل كده امه بقى من اصل تايجريان؟ طب هي مين بالظبط؟ طب دماغه دي عامله ازاي؟ طب ليه التنين اختاره؟ اعتقد ان دي اسئله انتوا كمان نفسكم تعرفوها زي ما انا نفسي نعرفها، وده برضو اللي هيبان لنا اكيد خلال الحلقه الجايه، لان لحد دلوقتي لسه محدش يعرف مين اللي راكب التنين سموك. ده الخبر اللي بيوصل بقى مع نهايه الحلقه السادسه، واللي بنشوف بقى الخبر لما بيوصل بقى على طول لرينيرا، فكره ان سموك بقى ليه قائد جديد، والخضه اللي هي بتبقى عليها لما بتفكر ان الخضر هم اللي ممكن يكونوا استحوذوا على التنين ده وان هو بقى في صفه، فبتطلع على طول وبتتجاهل تقريبا كل تحذيرات المجلس حتى من الحلقات اللي فاتت، واللي بتاخد نفسها واللي بتطلع على طول من القلعه وبتاخد التنين بتاعها عشان تروح تشوف مين اللي سيطر على سموك وتشوف هو هيبقى في جانبها ولا ضدها. واضح كده ان الحلقه الجايه فعلا هتكشف لنا مواقف اكتر بكتير. اتمنى ان سموك يرجع تاني لصف رينيرا، واللي اعتقد ان الشخص اللي راكبه هو هيبقى عايز ان كريلوس او كيرلوس ان هو يحترف بيه. فالحته دي هنشوف بقى تبعات ده كله، ايه القوه اللي هتنضم ليها قدام. انا بصراحه متحمس من دلوقتي ان اعرف ايه اللي حصل في الحلقه الجايه، بس ده كله هنعرفه بقى وهنتكلم عليه اكيد في المرات الجايه. فانتم بقى قولوا لي لو فاتني حاجه من الحلقه دي، في تفصيله فاتتني، في حاجه انا ما اتكلمتش عليها، يا ريت تقولوا لي ده كله في الكومنتات. قولوا لي والله الحته الفلانيه دي انت نسيتها، طب ممكن عندنا ملاحظه عن اللي انت بتقوله عامله كده، خلونا نتكلم ونتناقش. ده كله في الكومنتات زي ما بقول لكم. ولو كنت وصلت لحد هنا بقى اتمنى ان انت تكون عملت لايك، لانه فعلا بيساعد ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو ما كنتش مشترك معانا في القناه يشرفنا اكيد انك تشترك، واشوفك بقى في حلقه جديده وملخص جديد. سلام.